إسرائيل، الاتفاق المصري. وكانت نقابة المحامين وكنا معها قد أعلنا في هذا المؤتمر أننا نرفض كامب ديفيد، وقد رفضنا هذه الكامب ليس نكاية في الرئيس السادات في ذلك الوقت، ولا ضربا في قضية السلام ولا رفضا للسلام، لكن لأن النقابة ونحن معها قد أعلنت أن السلام وإسرائيل نقيضان لا يجتمعان. وقد أدركنا منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل لا تريد السلام ولا تناضل من أجل السلام، وإنما تفعله الآن من أجل الهيمنة على المنطقة العربية وعلى الأمة العربية وعلى الأمة الإسلامية مجتمعين. أيها الإخوة، ليست القدس قضية عربية فقط، القدس قضية عربية، والقدس قضية إسلامية، والقدس قضية مسيحية، والقدس قضية مصرية. بكل هذه المعاني القدس تمثل ما أقول. ولكي أكون أكثر دقة وأكثر تحديدا، ليس القدس وحدها، فالقدس بالنسبة لنا لا تكفي. نحن نتحدث عن فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر، بكل ما تمثله دولة فلسطين التي نؤمن بها ونعتنقها، وليس دولة فلسطين التي يتاجر بها من يتاجر والتي يسعى إليها من يسعى لها. هذا هو ما نؤمن به في نقابة المحامين. أيضا نؤمن أنه لا العرب ولا المسلمين ولا المسيحيين قد دفعوا الاستحقاقات المستحقة عليهم في الدفاع عن هذه القضية. فالعرب في غاية الغرابة. اليوم أو بالأمس القريب وزير خارجية موريتانيا، وهي دولة عربية مسلمة، في ظل اشتعال الموقف وفي ظل الانفعال العالي، يذهب هذا الوزير لهذه الحكومة الغبية العربية المسلمة ليسلم على شارون وليجدد معه علاقات لا نعرف ما هي مصلحة موريتانيا مما تفعله، وهم عرب وهم مسلمون، ولا هم عرب ولا هم مسلمون. ولقد استفزنا هذا الخبر وهذا الموقف، وتذكرت أن نقابة المحامين في موريتانيا قد تقدمت بطلب لعقد دورة من دورات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، فاتصلت صباح اليوم بأمانة اتحاد المحامين العرب لأخطرهم أن يبلغوا نقابة موريتانيا أننا لن نعقد فيها أي مؤتمرات للمحامين أبدا حتى تتم هذه القبول. وليس بمثل موريتانيا إلا قطر التي لا يشغلها الآن شاغل إلى إعادة مكتب التمثيل القطري الإسرائيلي، وكأن قطر قد وقف كل اقتصادها على إسرائيل. تركيا المسلمة المتمدينة العلمانية المتحضرة تبيع وتوصل الآن المياه لإسرائيل دعما لإسرائيل وتحجبه عن الفرات ودجلة وتمنعهم عن العرب وعن المسلمين. أفغانستان المسلمة مشغولة الآن بهدم الأصنام وضرب التماثيل، ومشغولة الآن بالاقتتال بين كل فصائله عن هذه القضية ولم تعد ولم يدفع لا العرب ولا المسلمين استحقاقاتهم تجاه القضية الفلسطينية وتجاه القدس. المسيحيون أيضا، وهم أغلبية حتى في أوروبا، نسمع وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل الدفاع عن حقوق الحيوان والقطط والكلاب والخراف، وتجوب المظاهرات كافة أرجاء أوروبا وأمريكا من أجل حماية الحيوانات، وهم يشاهدون يوميا ما يحدث في فلسطين من قتل وتقتيل لأطفال وأبرياء ونساء وشيوخ يقتلون على الهواء، ولا يتحرك لهم ساكن ولا يتحرك لهم موقف. أين هو هذا العالم المتحضر؟ وأين هو هذا العالم المتمدين؟ وأين هي استحقاقات المسيحيين؟
الولايات المتحدة الأمريكية راعية الحريات المزيفة والحقوق المغتصبة هي التي تمكن إسرائيل الآن، بعد أن قامت أوروبا بدورها التقليدي في تمكين إسرائيل من الوجود. هي التي تفعل الآن والتي ترسم سيناريو تمكين إسرائيل الآن في المنطقة وضرب الأمة العربية بأكملها. أمريكا الآن هي التي رسمت حرب الخليج واقتحام العراق للكويت وافتعال معركة الخليج حتى تضرب البنية الاقتصادية والعسكرية للعراق وتنهب البنية الاقتصادية والبترول الخليجي حتى آخر مليم وحتى آخر جالون من البترول. وتفعل ذلك ليس حماية للكويت، تحاصر الآن الشعب العراقي ليس لحساب الشعب الكويتي ولا لحساب القضية الكويتية، وإنما لحساب إسرائيل. أيضا تحاصر الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا في قضية وهمية هي قضية لوكيربي، وهي عندما تفعل ذلك لا تفعله لحساب الأبرياء الذين قتلوا في الطائرة المنكوبة، وإنما تفعل ذلك لحساب إسرائيل. عندما تحاصر السودان وتفتعل فيها الأزمات وتحاول أن تقسمها شمالا وجنوبا، وإنما تفعل ذلك لحساب إسرائيل. عندما تضرب السياحة المصرية عن طريق عملاء لها موجودين في مصر ينفذوا مخططات من أجل جر القيادة المصرية إلى الانصراع على الولايات المتحدة الأمريكية، هم يفعلون ذلك لحساب إسرائيل ولحساب تمكين إسرائيل من المنطقة بأكملها. نحن نتعرض الآن لحملة شرسة لا بديل عن المواجهة الحقيقية ولا بديل عن أن نحدد أعدائنا بشكل واضح وبغير مواربة وبغير تخفي. العدو الأول هو إسرائيل والعدو الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا فصال ولا بدال عن ذلك. نحن ندرك أن العدو الأول الإسرائيلي لا يعرف أي لغة إلا الموت، ولا يفهم إلا هذه اللغة، ولا يخشى إلا هذه اللغة. وإليكم ما حدث في الجنوب اللبناني. حسن نصر الله بقواته أعلن أنه إما التحرير وإما الموت، ومات من مات واستشهد من استشهد، ومات ابنه في هذه المعركة وفي هذه القضية. واستطاع أن يجبر بغير مفاوضة وبغير حوار وبغير تسليم وبغير تفريط، استطاع أن يجبر إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان. القضية اللغز دور حسن نصر الله أن نطبق في فلسطين ما طبقه حسن نصر الله في الجنوب اللبناني. عندها سوف ترحل إسرائيل، ولن يبقى أمامنا إلا أن نقدم نحن الشعب العربي والأمة الإسلامية ما لديها من إمكانيات، ما لدينا من طاقة. إن كنا نستطيع أن نحارب فلنحارب، لكن لا نستطيع أن نحارب. لا يستطيع منا الآن أن يقاتل ضد إسرائيل، لأنه لا يستطيع أن يدخل إسرائيل أو يدخل فلسطين من أجل أن يحررها من العدو الإسرائيلي. الحدود العربية هي التي تمنع العرب والمسلمين من أن يدخلوا فيها، والبوابات الرسمية هي التي تمنع المنظمين أن يذهبوا إلى فلسطين من أجل أن يشاركوا زملائهم في فلسطين. لكن علينا أن نقدم لهم ما يمكن أن نقدمه من دعم، غذاء ودواء وسلاح إن أمكن وفداء إن أمكن وتسلل إن أمكن. علينا أن نفعل كل ما يمكن أن نفعله وأن نترك إسرائيل هادئة البال. بفضل عن مهنة المحاماة وشرفها وعزتها وكرامتها، ونحن نشكرك على هذه التحية. نحييك يا أحسن فأنت محافظ عظيم ورجل لك حكم وتحقيق تستخدم شعارك الحالية، ولكن تفرض عرائق الصراحة. ولكن يبقى أن نختلف معك في الرأي، نختلف معك في دفاعك عن سياسة الوحدة. ومع سلامة شعبها ومع سلامة قوانينها ونبني هذا الشعب ونبني ذلك الوطن الواحد. ولكننا يا سيدي
مسؤولية هذا الشعب نحن مع مسؤولية هذا الشعب. إذا كانت مباحث أمن الدولة مع هذه المعاني فنحن ضد مباحث أمن الدولة عن شعار رائع وهو شعار مجانين العلاج ومجانين الصحة في مصر. يجب أن ندرك أن القضية أصبحت الآن شعار خالي من مضامين كثيرة، بغض النظر عن الجهد المبذول في بعض الجوانب أو في بعض الزوايا أو في بعض الخدمات، لكن الحقيقة تؤكد أن العلاج المجاني في مصر عنوان لامتهان الناس ولإبراز فقرهم ولانتقاص حقوقهم في العلاج ولضياع فرصتهم في الشفاء التي كان من الممكن أن تتساوى مع القادرين على هذا العلاج. وأصبح الحديث عن المجانية، وبلاش نتكلم عن المستشفيات اللي موجودة في الأقاليم، لا في سوهاج ولا في ساقولتا ولا في غيرها. تعالوا نروح القصر العيني ونشاهد الفرق بين الجناح الاقتصادي أو الجزء الاقتصادي الذي يعالج فيه الناس بالأموال وبين الآخر الذي يعالج فيه الناس بالمجان. سوف نجد الفرق بين الجنة والنار، بين الحياة وغير الحياة، بين الحياة والقبور. لا يمكن تحت دعوى الإمكانيات أن تضيع حق الدستوري في العلاج المحترم للمواطنين في كل المستشفيات. لا يجوز أن يكون هناك مستشفى، لا يجوز أن يكون هناك علاج في درجة أولى ودرجة ثالثة. ده معناه إنه في إنسان هيعالج وإنسان لن يعالج. معناه انه حتى في المستشفى الواحدة ان يكون هناك علاج في درجة ثالثة وعلاج في درجة اولى، معناه انك انت بتقضي على هؤلاء الذين يقيمون في الدرجة الثالثة. هذه الموضوع انت طارح، انت عندك شركات قطاع اعمال 3 و3، انت ناوي تحتفظ بيهم في ملكية الدولة ولا ناوي تبيعهم؟ اذا انت ناوي تحتفظ بيهم وتخليهم ملكك من غير ما تأثر فيهم، بتفتح باب المنافسة لضربهم ليه؟ مادام بيؤدوا الخدمة ومادام انت قادر على تحسين الخدمة فيها ومادام قادر على تطويرها. طيب اذا كنت عايز تبيع الشركات دي او هتطرحها على الخصخصة او بيع اسهمها في المستقبل، تضربها اقتصاديا ليه؟ ما تبيعها وهي بسعر محترم الان وهي تحتكر نشاط النقل ونشاط التفريغ وغير الانشطه المختلفه. ما تبيعها وبثمنها الحقيقي الان، انما تضعفها وتدخل في منافستها شركات اخرى ثم تطرحها بعد ذلك للبيع. انت تبخس من ثمن هذه الشركات وتضربها اذا اردت ان تستغل منطقك في خصخصه هذه الشركات. وبالتالي هناك خطوره كبيره جدا من هذا المشروع الان. انه الاستاذ عبد الوهاب اشار الى انه الماده 7 تم اختراقها وتم تقريبا توزيع كل اختصاصاتها الى القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص بيشارك، ما هوش محروم من حاجه. اذا لماذا الاصرار على ضرب هذا المشروع الان وفي هذا التوقيت؟ هل هذا المشروع المتضمن بيع بنوك القطاع العام تنفيذ لتعهدات دولية والتزامات دولية، ولا تطوع من وزارة الاقتصاد ومن الحكومة على انها تفتح هذا المجال وهذا الباب؟ لانه الاجابتين لهم ردين مختلفين. اذا كنا ملتزمين بالبيع نتيجة تعهدات والتزامات دولية، يقولوا علشان نتعاون حكومة ومعارضة في سبيل ان احنا نحاول ان نتخلص او نتملص او نقاوم هذه التعهدات التي تريد ان تجهز على الاقتصاد المصري، ومن غير معارك ومن غير خلاف احنا مع الاقتصاد المصري ومع مصر ونوفر جهد كبير جدا بدل ما. انما اذا كان الموضوع تطوع كده من الوزير وانه شايف زي ما قال في مذكرته الايضاحيه انه الخطوه البيع دي ستؤدي الى اثار ايجابيه عن طريق ضخ اموال جديده في رؤوس الاموال البنوك، وانه ما نسيش يقول انه يعني في منظمات دوليه اشادت واعجبت بنظامنا الاقتصادي، وبالتالي هو تمشيا مع هذا الاعجاب
وتلك الاشاده يقدم لنا هذا المشروع. اذا كان ده رايه بعيدا عن الالتزامات الدوليه، نقول يا اخواننا حرام عليكم، كفايه. يعني احنا عمالين نبيع كل شيء ومش عايزين نكرر المآسي اللي موجوده امامنا في العالم كله. طب ما هي امامنا اندونيسيا يا اخواننا. اندونيسيا دي من دول النمور السبع المتقدمه التي كنا نشيد بها ونتحدث عنها. الان اندونيسيا فيها 58 مليون مواطن تحت حد الفقر، نتيجه انها باعت كل شيء. ايه وجه الحرص على اني انا اكل الاربع بنوك دول واتناولهم كقطاع خاص؟ ليه احنا حريصين على ان احنا نخلص عليهم ونهدمهم عشان ما بقاش في حاجه مملوكه لنا كمجتمع ومملوكه لنا كدوله؟ ليه؟ ما هي الخصخصه ماشيه والبيع ماشي والقطاع الخاص عمال يشتري كل حاجه ومصرح له يعمل اي حاجه، مصرح له يعمل بنوك، مصرح له يستاجر المطارات، مصرح له انه يستاجر طرق، مصرح له انه يدير مواني، مصرح له انه يعمل كل حاجه. اشمعنى يعني منشن على الاربع بنوك بتوعنا دول؟ هذا التفريط، وانا بسميه تفريط، مش بيع ومش خصخصه ومش تنميه اقتصاديه ولا توسيع قاعده ملكيه، انما ده تفريط في اقتصادنا وفي مقاوماتنا الاقتصاديه. انا بقول ان ده يستوجب المحاكمه، يستوجب المحاكمه السياسيه، لانه اذا كان في يوم من الايام في واحد اسمه طلعت حرب قاتل من اجل ان يحافظ على اقتصاد مصر، النهارده في يوم في وزير اسمه يوسف بطرس غالي جاي يدمر هذا الاقتصاد وهذا صالح هذه البنوك. في غايه الاستغراب من ان تسارع الحكومه بتقديم مثل هذا المشروع او مثل هذا القانون من اجل اعفاء الطائرات المدنيه واجزائها من ضريبه المبيعات، في الوقت الذي تحصل فيه هذه الضريبه على سلع اساسيه للمواطنين البؤساء. العسل الاسود يا اخوانا وتصنيعه يخضع لضريبه المبيعات وبيعه، الجبن القريش بيخضع لضريبه المبيعات، لكن الطائرات المدنيه وقطع غيارها والطائرات الشراعيه وغيرها تعفى من ضريبه المبيعات. هذا امر غريب جدا. مواطنين من كل الطبقات، انا مع النزول بالشرائح الى ادنى مستوى ممكن من اسعار الضريبه، لكن انا لا افهم مثلا ان يقال ان المتزوج الحد الادنى للاعفاء للمتزوج والذي يعول اقل من 3000 جنيه 3000 جنيه سنوي، بمعنى انه عايز، هل يستطيع السيد وزير الماليه الان ان يحسب لي كيف يعيش مواطن دخله سنوي 5000 جنيه او دخله الشهري 500 جنيه اذا اكل فول وطعميه او اكل عيش وفول بس؟ يحسب وزير الماليه الان المواطن هيعيش ازاي؟ هيكفوه 500 جنيه ولا لا؟ هيركب بكام؟ وهيدفع مصاريف المدرسه بكام؟ وهيلبس بكام؟ وهيسكن بكام؟ وهيتبقى ضريبه عايز ياخدها منه كام؟ انا عايزه يرد عليا ويقول لي هل ال 3000 جنيه تنفع للذي يعول؟ انا بقول ان هذا كلام لا يمكن ان يكون كلام منطقي. اذا كنا نبحث عن وظيفه اجتماعيه للاعفاء علينا ان نرد الامور لاصحابها وان نبحث عن الاعفاء بالحد الذي نستطيعه او نطيقه. واذا كانت ميزانيه الدوله ما تطيقش ان احنا نضاعف شريحه الاعفاءات، نرجع بقى في القوانين اللي احنا دفعنا فيها بسخاء للاعفاء، نرجع في قوانين الطائرات والاعفاءات اللي اتعملت، نرجع في قانون المطارات والاعفاءات اللي اتعملت، ونعوض هذا النقص ونقول ان المواطن العادي البسيط اولى بالاعفاء من اي امر اخر او من اي مواطن اخر مهما كان الثمن. لا يمكن ان يكون يا سيادة الرئيس نقول انه الامر متعلق بانه هذه قطرة واحنا في انتظار مهويات. لا، ما ينفعش مهويات، ما الحكومة موجودة والحسابات موجودة، ويرجع الورق تاني للحكومة وتحسب لنا حساب تاني علشان نقول ونضع الاولوية للمواطنين الفقراء. فين الوظيفة الاجتماعية الحقيقية لهذا الاعفاء؟ انا مش شايف ان في وظيفة اجتماعية حقيقية. شكرا. الاستاذ سامح عاشور. سيادة الرئيس، حضرات الاعضاء، اعتقد ان هذا الموضوع سوف يكون موضوع السكر، سوف يكون اختبار حقيقي لنوايا الحكومة الجديدة، اختبار حقيقي وعملي. نحن مع الحكومة في حماية الصناعة الوطنية وفي حماية الدور الاجتماعي للأسعار، وضد الحكومة إذا تخلت عن هذا الدور. ليس من حق الوزير ولا رئيس الحكومة، أي رئيس حكومة، أن يعلن أنه غير مسؤول عن تدفق
الزيادة السعرية لأي سلعة لمثل ما نسب إلى وزير التموين. وليس من حق أي وزير أن يتخلى أو رئيس حكومة أن يتخلى عن الدور الاجتماعي للحكومة طبقا للدستور وطبقا للبيان وطبقا لتوجيهات الرئيس وطبقا لكل المعطيات وطبقا لدور مصر وطبيعة مصر وحالة مصر الاقتصادية. احنا الانتاج الوطني في حاجة الى حماية، وده حقيقي. نحن نريد ان نحمي زراعة قصب، نحن نريد ان نحمي الصناعة الوطنية للسكر، وايضا نريد ان نحمي استهلاك المواطنين لهذه السلعة وللسلع الاساسية التي تعتبر يعني، والسكر بالنسبة للمواطن المصري هي سلعة اساسية لحياته اليومية، وهي ايضا تمثل الجانب الترفيهي الوحيد في حياته. المواطن المصري البسيط الترفيه بالنسبة له كوباية الشاي، وبالتالي سلعة السكر سلعة اساسية وجوهرية واستراتيجية بالنسبة للمواطن المصري. لما النهاردة نتحدث عن انه صناعتنا الوطنية تمكنت من ان توفر مخزون يكفي ل9 اشهر بخلاف المخزون، بخلاف الصناعة الجديدة، وانه السعر سوف يصل الى 130 قرش، وهو سعر رغم تحفظاتنا سعر معقول، لكن ان يزداد هذا السعر مع هذا التدفق ومع هذا الاعلان ليصل الى 2 جنيه بسعر الكيلو، انا اقول انه مسألة محتاجة الى تدخل من الحكومة وتدخل من الوزير. انا مش بقول هذا الكلام، انا معايا كيس سكر بيتباع ب 2 جنيه الكيلو اهو الان، في ظل التصريح وفي ظل اصرار الحكومة على انه السعر وصل الى 130 قرش. ازاي اذا كان هو ب 2 جنيه وبيتباع اهو في كل المنافذ وفي كل الاماكن؟ انا مش هقول الشركة طبعا ايه دلوقتي، لكن لا يا سيد الفاضل احنا مش هنعلن. احنا بنقول ده لصالح صناعة السكر الوطنية. ارجو عدم المقاطعة. لو سمحت يا دكتور جابر، وليكن يا سيد الفاضل وليكن مستورد او غير مستورد. انا يا دكتور جابر لو سمحت، انا مش مكتوب عليه مستورد ولا غير مستورد، مكتوب عليه يا سيد الفاضل انتاج اغسطس 99 الصلاحية لمدة 3 سنوات. مش مكتوب عليه الجهة، مش مكتوب عليه جهة الصناعة، مش مكتوب عليه صناعة محلية ولا مستورد. لكن انا اللي يعنيني ايه؟ لما ده يبقى غير جائز بيعه، ده يجب انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو انه ده معناه ان صناعة السكر المصرية مواصفات يا سيدي. نعم، هذا الكيس مخالف للمواصفات، يجب ان يبان عليه كل هذه البيانات. يا سيد الفاضل، منتج فين وجاي منين. ما هو ده يضاف للمسؤولية، ده يضاف لمسؤولية الوزارة المختصة، وباعتبارك نائبا عن الشعب ارجو ان تبلغنا عن الحقيقة. يا سيد الفاضل انا هضحي بهذا الكيس وهديه لأمانة المجلس علشان تطلع عليه وعلشان توصله لوزير التموين. وزير التموين يشوفه ويستأنس به. يبقى أن أؤكد، يا سيادة الرئيس، يبقى أن أؤكد إنه هذا الحديث لصالح الصناعة الوطنية. لو أن إنتاج السكر اللي موجود في مصانعنا تدفق بشكل صحيح إلى السوق المصرية لما وصل السعر إلى 2 جنيه. لو أننا تمكنا من أن نوصل السكر الوطني لكل منافذنا لما أمكن أن يصل سعر السكر إلى هذا الأمر. أيضا لو أن هناك رقابة موجودة على صناعتنا الوطنية وعلى منتجاتنا الوطنية لما وصل السعر إلى هذا الرقم. لذلك أنا أطالب الحكومة بأن تباشر دورها الطبيعي في أن تتحكم في اي محاولة لضرب الاقتصاد الوطني ولضرب الصناعة الوطنية، وايضا لضرب المستهلك المصري الذي يدفع في النهاية ثمنا باهظا لحياته. وشكرا سيادة الرئيس. بالنسبة لكم سيد سامح عاشور، كيف تنظرون إلى الموضوع؟ بالقطع نحن مع هذه الدعوة وسوف نشارك فيها، ونحن نعتقد أن هذه المشاركة ضرورة بعد أن افتقدنا آلية الحوار والتواصل مع المجلس العسكري. نحن نؤكد على مصداقية هذا المجلس وعلى قدراته وعلى وطنيته وعلى دوره العظيم في الثورة، لكن في النهاية نحن نختلف كثيرا الآن مع كثير من القرارات التي تصدر ومن الإدارة التي يدير بها المجلس الثورة الآن. نحن نستشعر أن الهرم هرم المطالب مقلوب، ونحن نبدأ بالفروع ونؤجل الأصول إلى أجال لا نعرف مداها.
نحن نمر بمرحلة في غاية الخطورة، لا نعرف ملامح الدستور القادم الذي يجب أن نضع ثوابته أولا، باعتبار أن الدستور هو أساس أي بناء سياسي لأي دولة تسعى لرسم مستقبلها. بعد الدستور يأتي الحديث عن تشكيلات مجلس الشعب، يأتي الحديث عن تشكيلات رئيس الجمهورية، يأتي الحديث عن المؤسسات المختلفة التي تخرج من بطن هذا الدستور، من هذا العقد الاجتماعي. تأجيل العقد الاجتماعي إلى ما بعد إجراء الانتخابات التي يمكن أن تجري خلال شهرين أو 3 أشهر معناه أننا سوف نمر بمأزق شديد. ليس هذا المأزق في من سوف يحصل على الأغلبية ومن لن يحصل على الأغلبية. ولكن هل النزول، يعني اسمح لي، هل النزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبل سيعيد الحيوية لهذه القضايا وسيشكل ضغط على المجلس برأيك؟ بالقطع، ما هي أصبحت هي الوسيلة الوحيدة الآن للتحاور والتواصل. لا توجد أي آلية للتواصل مع المجلس العسكري، لا يوجد أي حوار حقيقي. نحن نتحاور الآن بعد أن يصدر القرار، بعد أن يصدر التعديل، بعد أن يصدر القانون. هذا الأمر في غاية الغرابة، وهذا الأمر لا يبشر بخير ولا يبشر بتواصل، ويمكن أن نصل إلى مرحلة تفكك تلجئنا إلى ضرورة التواجد في المرجعية الثورية اللي احنا قبلناها، وهي ميدان التحرير. نعود لنقطة البداية لنؤكد على ما بدأنا فيه. نحن لم نختلف على كل شعارات الثورة، لكن الآن يمكن أن نختلف على التفصيلات. هذه التفصيلات إذا ما تناقضت مع المبادئ التي سعى الشعب إلى تحقيقها من خلال ثورته، يبقى احنا دخلنا في طريق مسدود. ولذلك لابد من أن نعود إلى ميدان التحرير مرة أخرى من أجل أن نضع النقاط فوق الحروف. وربما هذه الأجواء والتساؤلات الحائرة إن صح التعبير هي التي تجعل تصريحات أو قلق من باب ما قاله دكتور البرادعي، ونريد أن نعرف رأي سامح عاشور في ما قاله البرادعي عن الموضوع. يا سيد الفاضل، أنا شخصيا أرى والحزب النصيري يرى أن هناك 3 أسباب لضرورة التعجيل بالدستور. السبب الأول أن الدستور هو أساس أي بناء لأي تنظيم للدولة. لا خصوصا اسمح لي فقط، مش موضوع الدستور، موضوع ما أعرب عنه البرادعي من خوف من هيمنة للإخوان وربما في الانتخابات المقبلة. لا، هذه نتيجة يمكن أن نختلف عليها، لأنه في النهاية هناك أصول يجب أن نتمسك بها. يجب أن نتمسك بأن الدستور أصبح ضرورة لابد أن تبدأ، حتى ولو بدأ البناء، حتى لو انتخبنا جمعية تأسيسية مباشرة، لكن لنبدأ بالدستور. 2 أن المجتمع، أن الأمن المصري الآن غير جاهز لحماية العملية الانتخابية بالكامل. لابد من أن نعيد بناء الشرطة من أجل أن تحمي الصندوق الانتخابي. لو جرت الانتخابات في ظل الفوضى الأمنية الموجودة الآن سوف تسفر عن إرادات أخرى، وسوف تسفر عن نتائج لا تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقيين ولا تعبر عن ديمقراطية حقيقية. الأمر الثالث والهام لدينا أيضا هو أنه لابد من أن يجد الشعب فرصة في أن يرى الوجوه الجديدة والأحزاب الجديدة والقيادات الجديدة والأفكار الجديدة التي طرحت، ويأخذ المهلة الكافية التي تؤهله لاختيار من يمثله في النيابة أو من يمثله في رئاسة الجمهورية. لذلك أما قضية من يحصل على أكثر الأصوات، دي قضية في النهاية حصدها في علم الغيب، وتخوف قد من حق الدكتور برادعي أن يتخوف منه، ومن حق الكثير أن يتخوف من هذه النتائج. لكن ما هو أهم من هذه التخوفات هي المسلمات البديهية. الدستور أولا، الأمن أولا، أن حق الناس في قراءة كل البرامج الحزبية. حتى الآن لم يخرج لم يعلن تشكيل أي حزب جديد، حتى من تقدم للأحزاب حتى الآن لم يتم الانتهاء منه. شكرا لك سيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري.